عليكم، مرحبا بكم مجددا في القناة. ان شاء الله اليوم غنشارك معكم هاد المملحة اللي عبارة على واحد الشكل غزال اللي هو نوار الشمس ولا بالايطالي جيراسولي. كيجي رائع شكلا ومذاقا. كنعمرها بالسبانخ وبالريكوتا. صراحة الطريقة سهلة، وان شاء الله بقوا معايا حتى نهاية الفيديو باش تشوفوا الطريقة وتجربوها، وما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم بالبارطاج مع الاحباب والاصدقاء طبعا الى عجبكم الفيديو. وبقوا معايا ان شاء الله. دابا غادي ندوزو المقادير والطريقه. وهاد المملحه ممكن تصايبوها ان شاء الله في شهر رمضان. دابا غادي ندوزو المقادير. هنايا اول حاجه خديت 300 غرام ديال السبانخ، غسلتهم مزيان وقطعتهم ودرتهم في واحد المقلاة مع شويه الملح والزيت، خليتهم واحد 10 دقائق. من بعد خليتهم حتى بردوا وخلطتهم هنايا مع 250 غرام ديال الريكوتا. الريكوتا راه كتباع في السوبر مارشي دابا راه موجوده. وغادي نضيف ليها واحد البيضه، وغادي نحركو مزيان هذا الخليط هذا. من بعد غادي نضيف واحد شويه ديال الفلفل الاسود، غير قليل، راس ملعقه صغيره ما يكونش عامر. وغادي نضيف واحد القليل من الملح، وغادي نخلط جيدا. من بعد غادي ناخذ واحد 3 ملاعق كبيره ديال الجبن المبشور، وغادي نضيفه لهذا الخليط حتى هو. وغادي نخلطه جيدا هذا الخليط حتى يتجانس لينا جميع المقادير. كما كتلاحظوا هنايا من بعد ما ساليت الخليط خديت واحد ساكابوش، وغادي نعمرو مزيان بهذا الخليط هذا. اللي ما عندهاش ساكابوش غادي دير غير واحد البلاستيك غذائي وتعمرو تملئو مزيان بهذا الخليط هذا وتخدم به. من بعد ما ساليت غادي نحطو جانبا. هنا عندي باستا سفوليا، ولا غادي تاخدوا باط بغيزي حتى هي غادي ديروها. ممكن الا ما عندكمش العجين مورق ديروا باط بغيزي، يا اما تحضروها بانفسكم في البيت ولا تشريوها. هنايا ملي مشيت خديت هاد باستا سفوليا، ما رديتش البال وكان عليا ناخذ دائريه، مي انا خديتها هكا مستطيله ما رديتش البال. وانا كنت محتاجه انني الدائريه اللي غنخدم بها، مي ماشي مشكل. فكرت ولقيت ليها الحل وديبانيت راسي. هنايا خديت واحد الغطاء اللي غادي نديرو في الوسط، وغادي نبرك فيه مزيان باش يعطيني واحد الشكل دائري كما كتلاحظوا. كنديروا هذه المرحله هذه الاولى. من بعد غادي ناخذ واحد الكأس يكون شويه، يعني وجهه ديالو الفم ديالو كيكون كبير شويه، وغادي نوضعوا عاوتاني واحد الدائره كتكون صغيره على الكبيره، وغادي نديروها في الوسط ونبركو باش يعطينا شكل دائره على هذا الشكل هكا. من بعد غادي ناخذ هذاك الساكابوش اللي عمرت بالخليط، وغادي نسد ليه الراس ديالو مزيان باش الخليط ما يطلع لياش الفوق. ومن بعد غادي نقطع ليه الفم ديالو بالمقص باش يبدا الخليط يخرج ليا منه ونخدم به العجين ديالي. كما كتلاحظوا هنايا غادي نقطع ليه الفم ديالو، وغادي نجيو للدائره الصغرى وغادي نديرو فيها واحد الكميه ديال الخليط على هذا الشكل كما كتلاحظوا. وغادي ملي غادي نملأ الوسط غادي نخلي واحد السنتيم ديال الفرق كما كتلاحظوا.
كنخلي 1 سنتيم ما بين العجين والخليط، وكنبقاو نحطوا الخليط ديالنا على هذا الشكل دائري حتى كنكملوا الخليط ديالنا كله كما كتشاهدوا في لا فيديو. يعني الطريقه راه واضحه وسهله. أرأيت أعظم من إلهك أتقانا. رفع السماء بلا قواعد فاعتلت 7 طباقا شداهن وصوانا. صقل النجوم النيرات فأزهارات وجل الكواكب في الفضاء وكونا. وجل الكواكب في الفضاء وكونا. سبحان من سن اليرع فدونا فغدا يسطر ما أراد وقنانا. فانظر بعينك ما ترى بتفكر أرأيت أعظم من إلهك أتقانا. كل يدور. من بعد ما كملت من الخليط غادي ناخد عجين اخر وغادي نحطوه من الفوق كما كتلاحظوا على هذا الشكل هكا. وغادي نحاول ما امكن نقاد الدائره ديالي في الوسط، كنبركو بالاصبع باش كنتراسيو كما كتلاحظوا، كنتراسيو هذاك الوسط اللي درنا. يعني الطريقه واضحه، وكنتراسيو حتى الجوانب اللي كتكون يعني ديال الدائره الثانيه كما لاحظتوا. على هذا الشكل هكا. من بعد غادي ناخذوا واحد الجراره ولا واحد السكين وغادي نقطعوا على شكل دائري. وهذوك الزوائد خاصنا نحيدوهم، ما خصهمش يبقاو عندنا دوك الزوائد كما لاحظتوا. دائما الزوائد كنحيدوهم، والعجين خاصو يجي لاصق، ملي كنقطعوه تيلصق. هاد المملحه ممكن تحضروها في رمضان، ممكن تحضروها يعني في جميع الاوقات، صراحه كتجي رائعه بداك المذاق ديال السبانخ وديال الريكوتا. وغادي نحاول ما امكن نقاد ليها الشكل الدائري ديالها، كنقد بالاصابع. اما الا كان العجين دائري بعدا كيسهل علينا صراحه، كنقطعوا غير دوك الزوائد وكيبقى العجين دائري. مي انا نسيت وخديت هذا، ماشي مشكل، المهم ديباني طراسي كما لاحظتوا. من بعد ما شكلت هاد الدائره هذه غادي ناخذ واحد البيضه وغادي نخلطها وغادي ندهن بها مزيان هاد العجين. وفي هاد الاثناء راه عندي الفرن ديالي كيسخن بدرجه الحراره ديال 180. من بعد ما دهنت مزيان، كندهنو مزيان، كنتقب الوسط واحد الكيغطون جيدا باش ما كيتنفخ ليناش. ملي كندخلوه يطيب كناخذوا هنايا الزنجلان او السمسم، غير واحد الكميه قليله كنوضعوا في الوسط ديالو. من بعد كناخذ حبوب الشيا، ولا كتاخذوا هذا يعني كتاخذوا البافو، ولا كتاخذوا هذاك الحبه السوداء، مهم اللي عندكم في المنزل ديالكم كديروه غير باش كيعطينا داك الشكل في الوسط كيكون جميل. وغادي ناخذ هنايا واحد الجراره ونبدا نقطع على هذا الشكل هكا كما لاحظتوا.
كنقطعو وما كنخليو شويه الفوق، ما كنقطعوش كله، كنقطعو غير من التحت مزيان. التحت خاص يكون يعني واحد الفرق ما بين هادوك الخيوط اللي غادي نديرو على هذا الشكل هكا. وكما كتلاحظوا من بعد ما ساليت غادي نبقى نقلب هاد الحرابيل ولا الخيوط اللي درنا ديال هاد الدائره هذه باش كيجينا واحد الشكل كيجي رائع ملي كتنتهيو من هاد الطريقه. من بعد غادي تشوفوا معايا الشكل ديالها من بعد ما كملتها، وغادي نستمر على هاد الطريقه هذه حتى ننتهي جميع الحرابيل ديالي. هانتوما الشكل كما لاحظتوا. ومن بعد كنعاود ندهن كاع العجين جيدا، يعني دوك الجوانب، وكندهن الوسط باش يجي لي محمر. من بعد الطهي ديالو كتجي محمره. لاحظوا الشكل كي جات رائعه وكتجي بحال ديال نوار الشمس. هانتوما هنايا غادي ندخلوها الفرن حتى درجه الحراره 180. ومن بعد ما طابت لينا كان هذا هو الشكل ديالها النهائي. صراحه كتجي رائعه شكلا ومذاقا. لاحظوا هذه كانت كاقتراح، يعني كمملحه مقترحه بالطريقه هذه، طريقه ايطاليه صراحه كتجي رائعه وكتجي حتى في المذاق زوين بالسبانخ والريكوتا. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ما تنسوناش باللايكات والبارطاج، ونتلاقاو في فيديو اخر وفي وصفه اخرى. مع السلامه.